السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وأتم صحة وأتم حال. النهاردة بقى جايبه لكم كده روتين. معاكم من الصبح كده. صحيت الصبح كده، دخلت على أوضة النوم على طول. بصوا بقى، هفتح الشباك كده، هويها طبعا واروح اهو فتحت الشباك كده عشان تتهوى. بحب هوا الصبح ده كده. على فكرة الساعة كانت 9، وهنفض كده كويس الأوضة، هلمع الخشب وهنفض الإزاز واشيل السجاد وهمسح واغير الملاية كده. يلا قومي تشجعي كده واعملي معايا الروتين الجميل ده، يا رب يعجبكم. بس ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. ومشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على علامة الكل عشان يوصلك كل اشعاراتي. انا هنا كده اشيل الكبرتاية كده وافك كيس المخدة. عشان خاطر كده انا بحب اغير طبعا الملاية، وهسيبهم كده، هحطهم في الشمس شوية كده، ياخدوا في الشمس كده، ياخدوا من ريحة الشمس كده. احنا عندنا هنا في اسوان الشمس ما شاء الله عليها سخنة سخنة. يعني انا بلم الغسيل وراسي حسيتها ساحت من الشمس، بس هي حلوة والله، يعني شمسها حلوة. بصوا بقى، فكده شايفين الكحلي ده كفر بتاع انا عامله لها كفر المرتبة. الصراحة ريحني جدا جدا، حلو خالص. كنت كل ما احط ملاية تتزحلق احط ده يتزحلق. فانا عملته وفصلته تفصيل كده عند ترزي، عملهولي وبأستك كده من تحت، وبقيت اتحكم فيه كويس. وحلو خالص. واهم حاجة القماشة من تحت تبقى ايه، القماشة تبقى كويسة، ما تبقاش القماشة تبقى حرير، عشان خاطر ايه ما تنزلش معاكي برضو الملاية. فهي القماشة ايه اللي هي يعني بتفضل ماسكة ماسكة، يعني زي نوع من انواع القطن، بس هي مش قطن الصراحة، هي خشنة وحلوة. بتمسك الملاية، او ما تفرش الملاية اي حاجة بتحس الملاية متزحلقش. بس في الاول حسيت الملاية كانت بتزحلق، دلوقتي تمام مية مية. المهم انا نفضت كده خلاص، وهشيل السجاد بقى عشان هنفضه برا. بطلع برا هنفض السجاد، وهمسح معاكم الشقة ان شاء الله. واللي وصل معايا لحد هنا يصلي على رسول الله. معايا بنتي ماشيه ورايا زي النحله، لا يا بنتي اقعدي، يا بنتي اقعدي، هتتزحلق مفيش فايده، وتتخبط وبتقع برضو مفيش فايده. المهم هنا بقى هنزل كده، هنفض الدولاب كده، هنفضه. انا ملمعاها قبليها بيوم كنت ملمعاه، فاللي هو تنظيف، بس اللي هو تنظيف اليومي. انا كل اسبوع بمسك الخشب عامه كله عندي، واروح ايه انفضه والمعه واخليه زي الفل. بس اليومي الصراحه لا، مش فاليومي طبعا اللي هو تنفيض يومي كده وخلاص. فانا كل اسبوع كده بروح امسحه واظبطه. فدلوقتي انا كنستها كده الاوضه، ونزلت عليها بالشرشوبه كده. حطيت انا بمسح كلور يا جماعه، انا بمسح بكلور، واحط حته كده مسحوق برسل جل الموجود بقى، ديتول اي حاجه. فالمهم مسحت كده الاوضه وجايبه لكم بقى المفرش الجميل انا لسه جايباه، فقلت اشارككم معايا كده. شايفين في الصوره هو قلوب كده، انا جايباه ب 350 جنيه. هو مفرش جميل قوي، فقلت ما اطلعه مفرشه. احنا هنقعد نشيل. انا كنت جايباه الصراحه ايام يعني تقريبا على الشتا اللي فات، جبته على الشتا اللي فات. فكنت شايلاه، مش عارفه شايلاه ليه بقى. فقلت لا، ما اطلعه وافرشه وكده يعني. احنا هنشيل ليه؟ شايفين صورته؟ هي صورة في الصورة النبيتي، بس انا جايباه هو الموف. بص الصورة بتاعته، هو فعلا القلوب دي كلها كده شكله تحفة قوي. هي خامته بتاع ده فايبر خفيف، بس جميلة قوي، عجبتني. بص انا كده هوريه لكم. بس المشكلة انه فيه بقى مفهوش كيس، فيه خديتي، الكياس بتاعت الخديدات، بس مفهوش اللي هو الكبير، المخدة الكبيرة. فاضطريت ان احطها اي مفرش عادي، مفيش مشكلة. بس قولوا لي ايه رأيكم فيه بقى، ولونه ده ذوقي بقى. ما حبيتش النبيتي لاني حاسه عندي لحاف نبيتي.
فانا ما حبيتش اجيب النبيتي، قلت لا خليني دوت. هو خفيف وحلو كمان وعملي يعني، مش اللي هو فهو اللون الموف دوت. ايه رايكم فيه كده؟ قولي رايكم كده في الكومنتات. انا اخترت الموف الصراحه، حسيت الموف اللي هو عجبني كده، فهفرش بقى بيه الاوضه. قلت بقى الواحد هيشيل ليه بقى، الواحد ما يشيلش الحاجه، يفرش ويتهنى بيها وخلاص. انا كنت شايله، جبته من السنه اللي فاتت بس شيلته، بس قلت لا وعلى ايه نفرشه، نستغل بقى فيه الشتاء وايه ونفرشه وكده يعني. كل شتاء وانتم بخير. بس جميل قوي، انا حبيت افرجكم على المفرش دوت. جميل جدا والله، تحفه. وفي قلوب كده وشكله حلو، حتى جوزي عجبه بقى. قال لي ده جميل قوي ومش عارفه ايه وكده. فالمهم انا هفرشه بقى كده، هفرشه كده بقى وايه ونكمل مع بعض الفيديو. انت لو معاكي حاجه برضو ايه ما تشيلهاش، ما تستخسريش حاجه في نفسك وفي بيتك وكده، ما تشيليش الحاجه. لو معاكي حاجه طبعا. حتى في النيش والله حاطه، بصوا حاجات في النيش، ان شاء الله اعمل لكم جوله في النيش. حاطه حاجات. شايفين منظره بقى بعد ما اتفرش، هنكمل بقى موضوع النيش. شايفين منظره بعد ما اتفرش جميل جدا والله، مبطن. شايفين القلوب الانتيكه دي؟ جميل اوي. بس انا حاسه القلب فرشته بالمقلوب صح. المره الجايه بقى اعدله. بس انا عشان كنت مستعجله وكده وعايزه اخلص باي طريقه، فانا عملته، حطيت كسوه للمخده التانية بقى، اي حاجه كده ومشيت بيها والحمد لله. اهو حاجه تقدر الغرض وخلاص. بعد كده فرشت بقى السجاد، خلاص فرشته كده، بوريكم ان انا فرشته خلاص ومسحته وخلاص. وعطرت الاوضه وقفلتها وخليتها فله وخلاص كده تمام التمام. وهقفل الشباك بقى خلاص بعد ما نفضتها، قفلت الشباك كده وزي الفل كده. دخلنا على اوضه الاطفال بقى. شايفين الكركبه، انا عندي عيالي بيحاربوا في اوضه الاطفال. دخلت على اوضه الاطفال بقى كده، برضو هشيل ده كله، بس مش هشارككم معايا الفيديو عشان خاطر ايه الفيديو ما يطولش عليكم. انا هكنسها وهمسحها وهغير بس انا الكبرتيات دي، حطيت كبرتيات تانية اهو شايفين. حطيت الكبرتيات ورصيت الدباديب هناك ومسحتها وسبت الشباك كده يشمس الاوضه شويه وخلاص كده خلصتها. انا مرضيتش اعمل معاكم عشان خاطر ايه الفيديو ما يطولش عليكم. فلمعت الخشب بقى وعملت كل حاجه، نفضتها وخليتها زي الفل وفرشت الكبرتيات. انا في الشتا كله بفرش كبرتيات. بعد كده بقى دخلت على المواعين. برضو بوريكم ان انا ايه هغسل المواعين، بس مش هغسلها برضو معاكم عشان خاطر ايه انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. هغسلها كده على طول. وغسلت شويه كده وهخش على البوتاجاز. شايفين البوتاجاز بقى لا يطاق، انا مش عارفه مع اني بغسله كل يومين مش عارفه فيه ايه. هغسل البوتاجاز بقى كده واخلص الدنيا تمام كده وزي الفل. وبعد كده خلاص خلصت خالص، وهخش بقى ايه كده. وصلت معاكم لحد المغرب، هعمل له كوبايه شاي لان راسي هتتفرتك خالص، حاسه دماغي دي خلاص. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. هعمل كوبايه شاي بقى عشان الصداع، راسي وجعتني. اسيبكم في رعايه الله. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على علامه الكل. واسيبكم بقى في رعايه الله. شوفوا بقى الدوشه بقى الكركبه بقى. ما تنسوش تحطوا لي